الأمير محمد بن فهد لوفد القطيف قال: الدولة لن تسمح بتعكير الأمن، وهناك عدد من الأعيان والعلماء الشيعة استنكروا ما قامت به وقالوا هذه أقلية، من ضمنهم منير الخباز، عبد الكريم الحبيل، حسن الصفار، منصور الجشي، عبد الله خنيزي. الوحدة الوطنية والطائفية، نعم. هذا الملف الحساس الذي دائما يعني الناس جميع العقلاء ينادوا بالوحدة الوطنية وبحماية البلد، ولكن أحيانا الرأس الطائفية تطل بين فترة وأخرى. نعم، الله يسلمك. قد وزارة الداخلية قالت يجب أن تحددوا ولاءكم لمن، هذه واضحة وتذكروها. رد كبيرهم الذي علمهم السحر الرافضي، وانا معليش يمكن ليش تسمي الرافضي ما تسميهم الشيعة؟ اقول اسمي العامة الشيعة وكبارهم ملالي والمعممين الرافضة. نعم، لانه لو قالوا للشيعي تسنن سننوا. الرافضي عندما يظهر في التلفزيون في تسجيل ويسمي ولي الامر ولاة الامر الطواغيت، موجود مسجله، ويسميهم يجب الجهاد ضدهم ويجب عدم السمع والطاعة، ويرد في الشريط الأخير السمع الطاعة لله والرسول ولأهل البيت ولعلمائنا الربانيين. عندما يظهر علنا ويقول الكلام هذا، نعم. وليس هناك طاعة لولاة الأمر، علنا يقولها، هذا بالعلن يقولها ولا يقولها بالسر، قصدي يقولها علني، فما بالك ما يقولها بالسر هو وغيره. ثانيا، هؤلاء الله يسلمك إذن معناها من هو العلماء الربانيين؟ علماء الربانيين الرافضة. عندنا علماء ربانيين رافضة هنا في البلد. علماء الربانيين قصته هو خامائني ومجلس الثورة ومجلس الأعلى وإلى آخره في إيران. إذا معناها ولاء بكل، حتى هو طبعا لو قال إيران كان على قلنا ما في خوف وتقية، مع اللي قاله يؤشر إنا ولاءنا إلى إيران. إذا لما يكون في ناس مثل هؤلاء، أطلب الله سبحانه وتعالى ويدعو ولاة الأمر أنه يضربوا بيد من حديد، لأنه الشيعة الناس المواطنين يتبعون هؤلاء من باب الدين. نعم. وإذا هؤلاء استمروا بالطريقة هذه فهؤلاء سيسببون كوارث في الوحدة الوطنية في المملكة العربية السعودية. لكن حسن الصفار أو الشيخ حسن الصفار دعا القيادة السعودية إلى مبادرة تنفس الاحتقان. وقال: من ترك العنان للتعبئة الطائفية والدخول في مواصفة بمعادلة ردود الأفعال واقتصار على المعالجة الأمنية فذلك ما يريده أعداء الوطن. خلينا نشوف الصلاة فيه. لا أقول لك ليه، بس بتأكد من أي. لا هذه في خطبة الجمعة. أقول لك على فكرة. نعم. هو الرجل هذا، نعم، من أخطر الرجال. حسن الصفار هذا أخطر من النمر، فالنمر يصرح ويظهر. نعم. ومعروف هذا رجل يلف يمين ويسار وفوق وتحت، ورجل عندما يتكلم النمر، ايش قال يوم يتكلم النمر؟ قال شيء عنه ما قال لا النمر معجبك ولا الصفار معجبك. خليني اقول لك. نعم. مو معجبني. طيب تبيني؟ لا يعني هذا رجل يدعو للوحده الوطنيه. هذا الرجل ما عندهم شيء اسمه ايش اسمه؟ التقيه ولا لا؟ عندهم شيء اسمه التقيه ولا لا؟ هذا دين، هذا ركن عندهم. فهذا الرجل عندما تكلم النمر لم يتكلم عنه. يوم موضوع حنين لم يتكلم، في مواضيع حساسه كثير لا يتكلم. في السابق كان يظهر، حتى كشف اصلا لولاة الامر، كشف لولاة الأمر وكشف الناس الرجل ثعلب حتى اسمح لي بالعامية برخصة واستمارة، والرجل هذا لا يؤتمن له. وهؤلاء حتى اللي جو وقالوا وباعوا وعاملوا الآخرين والله أعلم، كبارهم عندهم مبدأ وركن اللي هو التقية. يعني الآن أنت تنفي أنه عن علماء الشيعة كلهم أنه ما عندهم وطنية ولا عندهم انتماء ولاء لهذا البلد؟ أنا أقول أكبرهم وأخطرهم من نعرفهم هؤلاء ولاءهم الشرعي وولاءهم السياسي هو لإيران ولأسيادهم في إيران. نعم. وهم الإيران هم وراء الله يسلمك ما يحصل في أي محل كالبحرين وفي القطيف وغيره. عندي أحداث كثيرة قد